السلام عليكم ورحمة الله. رد علي المسمى الزفزافي قبل قليل في فيديو مصور. رد علي برد الجاهلين الذين إذا قيل لهم اتقوا الله كما قال الله عز وجل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن ثم فلا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. أخي الزفزافي، نصحتك ولم تقبل، بل رددت علي بما يعني يؤذيك قبل أن يؤذيني أنا. فأنا أقول لك بما أنك تحب أن الكلام بوضوح وبدون صراحة وأن تسمي الأسماء بأسمائها كما قلت، أنا أقول لك أيضا بكل صراحة: لست أهلا لقيادة اثنين، فضلا أن تقود حراكا. مستواك العلمي، مستواك الفكري، مستواك السياسي، مستواك الكاريزمي صفر. ومن ثم فأقل ما يقال فيك ما ذكره بعضهم: ومن يتخذ الغراب له دليلا قاده إلى جيف الكلاب، أو يمر به على جيف الكلاب. على هذا الأساس فأخشى أن تكون ذلك الغراب الذي يقود معجبين، ربما وأنا أعلم أن هناك من المعجبين بك من ليسوا كذلك، ربما يأتون لمجرد الفرجة ولمجرد التلذذ بالخطاب الشعبوي الذي لا قيمة له. أما الذين هم معجبون بك حقيقة هؤلاء أنصحهم بأن اتخاذ الغراب دليلا هو قائد إلى الجيف بكل تأكيد. قلت وقولك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم كذا العالم يأتي أبواب السلطان، أو كما قلت ذكرت قال: فاعلموا أنه لص. أنت أعلم أن هذا الحديث ضعيف أولا، وقد ضعفه الشيخ الألباني، وأنصحك بأن ترجع إلى الضعيف الجامع الحديث رقم 500. وثم بعد ذلك أحب أن أذكرك بهذا الحديث الضعيف، وأنا أستغفر الله عز وجل على شرحه لك، لأنه كما يقول أهل الحديث: التأويل فرع التصحيح. وأنا أؤول لك، أعلمك فقط ولا أصحح الحديث. والحديث يقول: إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص. إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلموا أنه لص. هذا هو الحديث الضعيف، وهذا الذي بنيت عليه ما بنيت. فاعلم أيها الأخ، وأقول الأخ، اعلم أيها الأخ الزفزافي أنني الحديث يقول: إذا رأيتم العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة. لم أخالط السلطان لا مخالطة كثيرة ولا مخالطة قليلة، هذه واحدة. ولم يحدث أنني وقفت على باب السلطان، سواء محمد السادس حفظه الله، أو والده الحسن الثاني رحمه الله، أو جده محمد الخامس رحمه الله. هذه واحدة. لم يحدث أبدا أنني طرقت باب السلطان، هذا المتربع على عرش أجداده أو أبوه أو عرش أو باب أبيه أو باب جده، لم يحدث البتة. هذه واحدة. ثانيا، الحديث ليس على إطلاقه، الحديث لا ينهى أن يدخل العالم على السلطان. فإذا كان النهي عاما فمن يدخل على السلطان إذا لم يدخل عليه العالم؟ ودخول العالم فيه الخير وفيه الوعظ وفيه الإرشاد وفيه الهداية وفيه 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 وفيه. هل تريد أن نترك كل من هب ودب من غير العلماء يدخلون على السلطان؟ ومن أين يأتي بالنصح إذا إلى ما يأتي؟ ومن أين إذا لم يكن له مستشارون من أهل العلم وحتى ينيروا طريقه وحتى يرجع إليهم ويهتدي به؟ لكن ومع ذلك أقول لك: السلطان شرفني ودخل علي مسجدي، ولم أذهب أنا إلى السلطان إلى قصره. السلطان شرفني وأنا ممتن له غاية الامتنان، وهو بخطوته تلك خطوة شجاعة غاية في الشجاعة، بحيث يصلي خلف رجل قضى وراء القضبان 8 سنوات ظلما وعدوانا، وهو يعلم حفظه الله أنه ظلما وعدوانا. ومن ثم جاء لإعادة الاعتبار ورد وجبر الضرر وإعادة الاعتبار، حفظه الله ورعاه. ومن ثم عليك أن تفرق بين سلطان يأتي إلى المسجد العالم وبين عالم يذهب إلى باب السلطان. أنت لا تفرق بين هذا وذاك. فهل تريد مني أنه إذا جاء الملك إلى يصلي في مسجد يقول: والله يعني قال الزفزافي فإنه لص؟
أنت مجنون أهبل أحمق، ماذا تكون؟ ولذلك وأقول بملء فيه: لقد كانت صلاة الملك في مسجدي تشريفا لي غاية في الأهمية، وأنا مدين لملك المغرب محمد السادس بهذه الصلاة، يعني مدين له بكل التقدير وبكل الاحترام. أما أن أكون عالم البلاط فأنا أتحداك أصلا أن تشرح ما معنى البلاط، لأن ثقافتك الضحلة والهشة لا تمكنك من تحليل المصطلح ومن إدراك معناه. وكيف تدرك ذلك وأنت تقول عني بأنني دخلت مزبلة التاريخ؟ أنت يا أخي الزفزافي لا تحسن أن تجر المضاف إليه وتنصبه نصبا يضحك عليك صغار طلبة العلم. فعاش من عرف قدره، والتم وانكمش، وكما كنقول المغاربة دخل سوق راسك أفضل، فإنك قد تحملت مسؤولية لست أهلا لها، وأنك أعيد القول لربما تجر بعض الناس إلى أجيف الكلاب، والله من وراء القصد والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.